اقسم بالله ما في حد هيتعلم انجلش غير لما يكون عارف هو بيتعلم ايه اصلا. يعني ما ينفعش تبدا كده طريقك تقول انا داخل اتعلم انجلش. طب انت هتعمل ايه؟ ايه اللي انت ناقصه؟ ايه اللي انت محتاجه؟ بص تعال نشوف. لازم تبقى عارف يعني ايه الان دي. ان يعني ناون، يعني اسم. ولازم عارف ايه هي الناونز اللي في الانجليش. تاني حاجه ايه الفي دي؟ في يعني فيرب، يعني فعل. وايه هي الافعال اللي موجوده في الانجليش؟ وحاجه اسمها الهيلبنج فيرب، الفعل المساعد. وحاجه اسمها الموديل فيربس او الاوكسيلاريز. لازم تبقى عارف كل ده. لازم تبقى عارف الادفيرب الحال، والادجكتيف الايه الصفه، والاو بي جي الاوبجكت المفعول، والبي ار او ان البروناونز. لازم تبقى عارف الحاجات دي لو انت ناوي تبدا تتاسس معايا في السلسله الجديده ببلاش. جيت تاسس معايا بقول لك ببلاش، اقسم ببلاش. هاتي ابنك وهاتي بنتك واقعدوا وتعلموا، وانت كمان اقعدي تتعلمي، كل ده ببلاش. طب تعالى نعرف يعني ايه ناونز، يعني ايه فيرب، يعني ايه الكلام ده كله. هو ده البدايه اللي لازم نعرفها. طيب وفي اكسرسايز خفيف كده في الاخر لازم نعرفه. طيب ايه الناونز او ايه هي الاسماء؟ بكل بساطه الناون زي ايه؟ ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون اسم شخص، علي، احمد. او ممكن يكون اسم جماد، كار، فلاور. ممكن يكون اسم مدينه، كايرو. ممكن يبقى اسامي الحاجات اللي حوالينا بنقول عليها ايه؟ ناونز. ناونز. طيب يا مستر مصطفى ايه هو الفيرب؟ في الفيرب لازم تيجي تقف هنا وتقول الفي ده مقسوم لايه. اول حاجه اسمها مين فيرب، يعني فعل اساسي او فعل ليه معنى. تاني حاجه اسمها الهيلبنج فيرب، فعل مساعد، وده فعل ملوش معنى ولكن بيجي علشان يساعد الفعل الاساسي تعرف الزمن بتاعه ايه. تالت حاجه ودي مش مهمه بالنسبه لي هي الموديل فيرب او الاوكسيلاريز اللي هم ايه؟ كان وكود شال وشود ماي ومايت وماست ولو والود والحاجات. سيبك منها دلوقتي مش عايز، خلينا في الاثنين دول. المين فيرب او الفعل اللي ليه معنى هو الفعل اللي يقدر يقف في الجمله كده ويقول انا اهو، زي كده انا اهو. يا معلش سرحت بس. ها المين فيرب زي ايه؟ زي بلاي يلعب، زي ايت ياكل. اي ايت انا باكل. كده انا فهمت الجمله تمام. اي بلاي انا بلعب. كده انا فهمت تمام. يبقى فعل اساسي، فعل ليه معنى. زي ايه يا مستر مصطفى؟ بلاي، زي ايت، زي سي، تيك، ميك، وهكذا. خلاص. الهيلبنج فيرب هم 3 موجودين. اول حاجه عندي بي، وعندي دو، وعندي هاف. هم دول، وهم دول مفتاح الانجليش كله، ودول ليهم حلقات كتيره.